هنتكلم النهارده عن مسلسل الهطاولة، وهو اسمه الهطاولة مش العتاولة، والهطاولة جاية من الهطل. واول حاجة عايز اتكلم فيها هو التصوير في اسكندرية، وانا الحمد لله شخص اسكندراني. ليه بقى اي مشهد ملوش لازمة لازم يبقى الخلفية بتاعت الممثلين البحر؟ هل كده بيثبتوا للناس ان دي اسكندرية وهم اسكندرانية والتصوير في اسكندرية؟ يعني هتلاقي مثلا نسرين امين واخدة العصابة بتاعتها وبيتفقوا في يخت على البحر، يعني حتى اليخت مش في الغويط، اليخت راكن، بس هو يقول لك لا مش احنا اسكندرانية، هنتفق فين يعني غير في مكان غير على البحر. هتلاقي في عبده برضه بتتفق على جريمه، هتلاقي البحر برضه واقف في ظهرها. السقا وطارق لطفي وباسم سمره واقفين عايزين يتفقوا على سرقه بملايين الدولارات، رايحين يتفقوا عند القلعه. طب مش الحاجات دي كان بيتفق عليها في الدره؟ رايحين في اكتر حته مكشوفه في اسكندريه تتفقوا فيها. هتلاقي برضه دينا رفارف لما قررت تفتح لايفات على تيك توك، رايحه كوبري ستانلي تفتح اللايفات هناك. يعني حد رايح من بيته نازل مسافه عشان يقعد عند كوبري ستانلي يفتح لايف. انت اصلا لو طلعت موبايلك على البحر مش هتسمع حاجه من صوت الهواء. حتى الممثلين لما بيفكروا يتمشوا بينزلوا يتمشوا في المرسى بتاع شط ستانلي اللي محدش بينزل فيه، فتحس ان هم قرفوا البحر معاهم. بس انا طموحي مش كده يا استاذ طلبه، انا طموحي اجيب ارضي بجنينه في العوايد. العوايد؟ ايوه. وعوايد ايه اللي فيها شقق ارض بجنينه؟ العوايد لو عرفت ان عندها شقق كده هتطلب انفصالها عن كوبري ابيس وتنضم لسموحه. واخيرا مفيش حد في اسكندريه بيحلف بالمرسى بالعباس، يعني مش هتمشي في الشارع هتلاقي الناس مقضيه حلفان بالمرسى بالعباس، ناس بتحلف بربنا عادي. وهنتكلم عن القصه في الاول، بعد كده هنتكلم عن الممثلين العبثيين في المسلسل ده، وهنختم بالسقا في الاخر، عشان السقا هو اكتر ممثل انا مخنوق منه من ساعه ما بدا يعمل المسلسلات دي. واول حاجه حاسس ان المخرج والمؤلف مش ظابطين القصه بجنيه، يعني تحس لما الدنيا بتقفل معاهم في مشهد ان هم رايحين في مكان يسرقوا فيه، ووجات الناس او صاحبه المكان طبوا عليهم، فهم اتنين بس ودول عصابه كامله، تلاقيهم قلبوا على المداح وشغلوا اغنيه، بعد كده قال لك خلاص حصل خير والمشهد خلص. طب ايه اللي حصل؟ لا والله بقى إيه انت وخيالك. مشهد تاني برضو من السقا ولطفي رايحين يسرقوا وطب عليهم 20 30 راجل، هتلاقي المخرج قطع بعد كده جاب لك ان ال 20 30 راجل دول واقعين في الارض كلهم مضروبين، والسقا وطارق لطفي خلاص اختفوا وهربوا. طب الخيال العلمي ده حصل ازاي؟ الناس دي اتضربت ازاي؟ ورينا الاحداث. لا يقول لك لا والله بص انت تخيل المشهد في دماغك لكن انا مش هقدر اصوره لك، انتوا عليكم ان انتوا تشوفوا النتيجه النهائيه مني، ان الابطال بتاعنا رجاله ومفيش حد بيقدر عليهم غير ربنا. فانا مش فاهم بصراحه تصنيف المسلسل ده، هل هو دراما اكشن؟ بس بالعبث ده هو طالع مسلسل كوميدي. ان كان طالما هم هيعملوا المسلسل بالطريقه الهطله دي، ما كانش المؤلف تعب نفسه عمل قصه، كان سماه سيت كوم العتاوله وخلاص. ان هو كان جمع لك شويه سكتشات لباسم سمره وطارق لطفي وكده تبقى اودي، ان احنا زي ما قلنا كل لما يزنقوا في مشهد يقوم قايل لك افيه، جايب لك حاجه قديمه، جايب لك حاجه من على السوشيال ميديا، يقول لك لا ده احنا كده بنهزر ونضحك مع الجمهور. ان المسلسل كان في الجزء الاول تحس ان المسلسل متعوب فيه على الاقل خطوط دراميه، هو برضه كان فيه حاجات عبثيه بس على الاقل كانت فيه قصه تقدر تتفرج عليها. لكن الجزء ده هتحس ان هو قلب على مسلسل كرتون، والمخرج كان عايز يطلع الشخصيات الشر، شخصيات سايكو ومجنونه، عايز يخليها ايه فيها من ريحه الجوكر، بس قلشت منهم وطلعوا شخصيات عبيطه زي نسرين امين وباسم سمره. وهنيجي للشخصيات دي كمان شويه، وهنيجي بقى على الشخصيات اللي في المسلسل. واول شخصيه هيتكلم عليها شخصيه مش موجوده في الجزء ده، وهي فريده سيف النصر. فريده سيف النصر طرقوها في الجزء الثاني، فهي قررت ان هي مش هتحلهم، واحنا اهو بقى لنا 20 يوم عدوا على رمضان، كل يوم بتطلع في لقاء تلفزيوني سواء البرامج الصفراء بتاعه الفضايح او هتطلع لك في مجله على اليوتيوب او على الفيسبوك، اللي هم الناس اللي بتعمل لقاءات مع الممثلين في بير السلم دول، وتقول لك ان هي اتظلمت وان كانوا بيعاملوها وحش، وهي بص محروقه ان هي مش طالعه في الجزء الثاني وهي خسرت فلوس الجزء الثاني، شكلهم كانوا بيقبضوهم كويس. في الاخر تقول لك لا انا مش زعلانه منهم وده نصيب ومش زعلان من شفيف عبده، وتجرسهم تاني في بقيه الحلقه، تقعد تقول لك ده المخرج مش عارف ابن وابن، واحمد السقا مش جدع وما بيردش عليا، وطارق لطفي مش عارف ايه. بس في الاخر تقول لك لا انا مش زعلانه والشغل نصيب وكل حاجه بايد ربنا، يعني ان هي مش حاطه الموضوع في دماغها. فانا مش عارف هم ناقص 10 ايام في رمضان او 8 ايام عمال ما الفيديو ده ينزل، هل هتكمل ال 30 يوم كده ولا خلاص هتريح في البيت؟ ان هي كانت هتموت ويعيشوها في الجزء الثاني زي باسم سمر، لكن المخرج قرر يقضي عليها في الجزء الاول ويخلص منها. بعد كده عايز اتكلم على فيفي عبده. وفيفي عبده مش جايه السنه دي في المسلسل لوحدها، لا جايبه النسخه الاي اي بتاعتها يا بنتها، والاثنين جايين يزاولوا الجمهور. وفيفي عبده عشان الجمهور ما يقولش ان هي جايب الواسطه وتمثيلها وحش، وهي فعلا تمثيلها وحش، طلعت تقول لا دي بنتها عزه بتمثل بقالها 20 سنه، والناس اصلا 90% من الناس اول مره يشوفوها السنه دي في المسلسل بتاعها. هي بنتها كانت بتطلع في اعمال بقالها سنين بس كانت مع امها برضه فيفي عبده، تحس ان ايه مشاريع عائليه كده واعمال فنيه عائليه. فهي قالت لك ان بنتها بتمثل بقالها 20 سنه عشان الناس ما تقولش ان هي جايه كوسه، بس الناس قالت كده كده. وفيفي عبده زي ما طلعت واتكلمت في الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن المسلسلات قبل رمضان
رمضان ان هي اللي كل ممثل هياخد لك افيهين 3 من السوشيال ميديا. ففيفي عبده قررت تسترجع لفظه او شتيمه ليها كانت قايلاها زمان، وعمر فرج شهر لها الفيديو بتاعها لما قلدها، فهي رجعت تاني تقول الافيه بالالفاظ بس سكتت في اخر اللفظ. وانا مش عارف المسلسل ده هيفضل كده لحد امتى. يعني هو الجزء الاول والجزء الثاني هو معتمد بنسبه 50-60% على حاجات او كلام من السوشيال ميديا، ان الالفاظ والطريقه دي كانت الناس بتتضايق منها وهي على السوشيال ميديا، ما بالك بقى وهي بتدخل البيوت وبتتعرض في مسلسلات في رمضان. نيجي بقى لشخصيات الشر في المسلسل، هم قائمين في باسم سمرة ونسرين امين. ونسرين امين اصلا عمرها ما عملت الستايل ده من الادوار دي كانت عايزه ناس غير نسرين امين تماما. يعني الناس متعوده على نسرين امين في دور الهفا، ما حدش متعود عليها في دور ان هي تبقى معلمه ورئيسه عصابه وشخصيه قويه وكده. هم مش عارف ليه فاكرينها غادة عبد الرازق. هم بقوا محسسيننا ان دور الشخص الشرير ده ان هو شخص عبيط اي حد في الشارع يقدر يضحك عليه. يعني تحس ان هم استهفأوا رجال العصابات قوي، ان هم خلوا اهفأ شخصيات في المسلسل هو الشخص الشرير اللي هيطلع. نفس الكلام في باسم سمرة. باسم سمرة السنه اللي فاتت كان عامل الدور كويس، ما كانش الدور بالاستظراف ده، بس هو لما لقى الدنيا مشيت معاه السنه اللي فاتت وجام جمله قالها ان المسلسل ابتدت تطلع ترند على السوشيال ميديا، فهو خلاص قرر ان الجزء ده كل مشهد ليه عايز يقول جمله او لازمه الناس تاخدها على السوشيال ميديا او على التيك توك تعمل منها فيديوهات وتنتشر، فابتدى يطلع بره الدور اصلا. فزي ما قلت لكم هم اصلا عايزين يخلقوا الشخصيات الشريره واخده من الجوكر، والممثلين المصريين ما يقدروش يعملوا كده. يعني مش هتحس ان حد شرير او ليه نفوذ او قوي وفي نفس الوقت بيهزر الكاركتر، تحس انه ايه الكاركتر الاسطوري بتاع الجوكر ده مفيش حد مصري يقدر يأديه. ان دايما هتلاقي الدور طالع مايع او مايس او تحس ان لا في حاجه غلط. غير بقى طقم الممثلات اللي بيجيبوا من كل جزء لازم يطلعوا يرقصوا ويفطروا الناس في رمضان، وهو ما بيختارش اي ممثله وخلاص، لازم يبقى عندها مقدمه حديديه مؤخره فولاذيه، لازم تبقى ليها امكانيات خاصه عشان تتكرم وتطلع في مسلسل العتاوله. والقائمين على العمل هم عاملين الحوارات دي في الجزء الاول والثاني عشان يستهدفوا جمهورين. والنص الاول هو الجمهور الهيجان اللي عايز يتفرج على الحاجات دي، وفي الاغلب الجمهور ده بيبقى هو جمهور السينما في اول يوم العيد، اللي هتلاقيهم هم بيحبوا المشاهد دي وفي السينما بيقعدوا يصفروا في الشوارع، هم عارفين ان الحاجات دي هتستهدف الجمهور ده. النص التاني بقى الجمهور اللي بيشير المشاهد بتاعت الرقصات اللي في العمل او المشاهد اللي مش عارف اقول عليها مشاهد ايه بصراحه، بس المشاهد دي اللي هي بتتشير يقول لك بصوا استغفر الله العظيم ينفع الحاجات اللي بتتعمل في رمضان، وهو مشير الصور وفيديوهات الرقص من غير بلور من غير اي حاجه، فاهم انت؟ يعني هو اللي شار ده خد ذنوب مع المخرج والمنتج واللي قائمين على العمل، بس بيقول لك بصوا مش عارف ايه. ده بقى ممكن يكون غرضه فعلا هو غبي وفاكر ان هو كده بينصح الناس، او ان هو عايز يقول كده فيتشهر، او لما يجي مثلا شير بوست البوست الناس تتفاعل عليه اكتر ويشتمهم كمان. ونيجي بقى للممثلين الشباب اللي هو مثلا دور عاطف اللي قايم بيه مصطفى ابو سريع، او دور السبتي، او الدور اللي قايم بيه تقريبا ممثل اسمه مصطفى شحاته او حاجه كده او شحته، مش والله ما فاكر اسمه بالظبط. ان تحس ان الثلاث شخصيات دول هم كرفوا على بعض بقت طريقه واحده، ان هم خدوا الاداء من مصطفى ابو سريع اللي هو اداء ثابت نفس الطريقه اللي بيهزر بيها في الحقيقه ولا بيهزر بيها في التمثيل. ان ممكن لو انت متفرج على مصطفى ابو سريع في عمل واحد هتحبه وهتحس ان هو لذيذ، لكن لما هتلاقيه بيتكلم بنفس الطريقه ونفس سكه الهزار في كل عمل، لا انت هتبتدي ايه تتخنق دور بعد التاني وانت بتتفرج عليه حتى لو انت كنت بتحبه. نيجي بقى لاحمد السقا، وانا مش عارف ليه احمد السقا مستواه وقع في التمثيل او في الادوار بالتحديد اللي هو بيعملها اخر مثلا 8-9 سنين. مش عارف بقى هو كرف على اداء ابنه ولا اداء ابنه هو اللي كرف عليه، بس تحس ان بقى في حاجه غلط. تحس ان احمد السقا نسي التمثيل، مع ان احمد السقا عمل افلام كتيره جامده زمان زي فيلم تيتو، ان انا بشوف فيلم تيتو ده من افضل الافلام اللي اتعملت في السينما. ابراهيم الابيض، مافيا، الجزيره، سواء بقى الجزء الاول او الجزء الثاني، الجزئين كانوا جامدين. وانا بقول ان هو عمل الادوار دي جامده ان هو عمل كل دور مختلف عن الثاني. يعني كان في مافيا طلع صايع، وفي تيتو وفي ابراهيم الابيض لكن كل دور كان شخصيه غير الثانيه. هتلاقي مثلا شخصيه احمد السقا في تيتو ما كانش بيزعق كتير، كان دايما تون صوت واطي، غير مثلا في ابراهيم الابيض غير طريقته في مافيا. فده لا ده اللي تحس ان هو لا ممثل بيشتغل على الدور بيعمل الدور بطريقه مختلفه. وانا دايما بضرب المثل بباسم سمره عشان ناس كتير بتقول ان باسم سمره ممثل جامد، وهو باسم سمره ممثل جامد كباسم سمره. ان هو باسم سمره هتلاقيه من اول ما طلع بيطلع بيمثل بطريقته هو وبشخصيته هو، ان هو الصايع اللي بيزعق كتير اللي بيقعد يزغد لاي ممثل قدامه في المشهد. هتلاقي الممثلين اصلا اللي معاه في المشهد خايفين منه في الحقيقه مش في التمثيل. فده
اخر باسم سمرة. باسم سمرة مش هيعرف يديك اكتر من كده، مش هيعرف يعمل ادوار مختلفه. يعني تخيل مثلا باسم سمرة في عمل هتلاقيه طالع مهندس ولا طالع دكتور سنان، ولا انت هتصدقها ولا هو هيعرف يعمل الدور ده ولا العمل ده هيكمل اصلا. لكن احمد السقا كان حاجه مختلفه عنهم. احمد السقا كان بيعمل ادوار كويسه لحد مثلا فيلم المصلحه، بعديه بقى ابتدى يعمل فيلم بابا ومش عارف افلام واقعه، وبرضه عمل فيلم هبوط الطرايري. الفيلم ده ما كانش قوي قوي، بس انا بحب الفيلم ده عشان ده اول فيلم رحته في السينما، فدي حاجه شخصيه كده. لكن من بعد فيلم المصلحه بتاعه هو وعز وممكن هروب اضطراري كان من الافلام الجامده، ابتدى بقى يعمل افلام واقعه، وتحس ان هو خلاص احمد السقا ما بقاش بيشتغل على الشخصيه، هو داخل يمثل كان هو السقا وخلاص. هتلاقيه بقى نفس طريقته في الكلام، نفس طريقته في الهزار، ما بقاش. وحتى القصه وهي مكتوبه ما فيش عمق في الشخصيه، زي في مثلا فيلم العنكبوت اللي كان عامله مع منى زكي، من الافلام الضعيفه اللي اتعملت، وفيلم كان متاجل سنين كتيره، تقريبا الفيلم ده اتاجل 2-3 عشان بسبب كورونا، والناس كانت مستنياه، ولما نزل الناس حست ان هو الفيلم متكرر ليه هو ومنى زكي، تحس ان هم شافوا الفيلم قبل كده والفيلم كان ضعيف. بس انا بشوف ان مسلسل نسل الاغراب هو بدايه سقوط احمد السقا التامه. ان هم كان المسلسل ده كان اخراج محمد سامي، وكان بطولته هو وامير كرارة، وكان متوقع ان المسلسل ده يبقى ملحمه دراميه في الصعيد ودول ناس اشرار وبتاع، بس المسلسل قلش منهم وقلب على مسلسل كوميدي. ان دايما هتلاقي فيه شعره ما بين الكوميديا والشر او الدراما اللي بتتعمل بالطريقه دي. فده اللي حصل مع نسل الاغراب، ان المسلسل مش مستهدف ان هو كوميدي، بس الناس ابتدت تشير المشاهد وتضحك على الاداء بتاع امير كرارة واحمد السقا، زي المشهد بتاع كسح كسل كسل، ولانكم كتع كسح كسل، والمشهد بتاع احمد السقا وهو عمال يتقلب على السرير. فالدنيا باظت معاه من بعديها. هو خلاص انا حاسس ان السقا ما عندوش اي حاجه يقدمها بعد كده. بس انا رايي ان انا حاسس ان الجيل القديم بتاع السقا وهنيدي، الجيل ده كله وقع تقريبا ما عدا كريم عبد العزيز، ان كريم عبد العزيز هو اللي بيعمل حاجات لايت تناسب الجمهور، ما تبقاش حاجات غشيمه قوي. بس الاهم من كل ده رايك انت، هل انت شايف ان احمد السقا هو جاب اخره وشطب تمثيل وبالنسبه له اي دور هيتعرض عليه هيعمله زي مسلسل عتاولة، ولا المشكله بتبقى مشكله قصص ان ما بتجيلهوش اصلا قصص كويسه لكن هو لسه ممثل جامد؟ وبس كده يكون الفيديو خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه.